فيديو اليوم بيتكلم يا شباب عن ازاي تخلي الاغنام بتاعتك تلد توائم بكل سهولة. وايه اللي مسؤول ان النعجة بتاعتك غير الصنف بتاعها انه يكون جيد، ايه اللي مسؤول بعد كده ان يخلي يزود عندك نسبة التوائم من 50% ل 90%. طبعا كل حاجة بعد اذن ربنا طبعا، بس في حاجات بتساعد على كده. ماشي، لازم تعرف ايه هي الاسباب، ولازم تاخد بالاسباب عشان تنجح. حتى ربنا بيقول لك واسعوا في الارض وكلوا من مناكبها. يعني اسعى، اسعى في شغلك عشان تطوره وتنجح فيه. طريقة سهلة جدا ازاي تخلي الغنم بتاعتك تلد توائم. اول حاجة بقى هنقول لكم ان شاء الله كل حاجة، ما تنساش تضغط لايك، تشترك معانا في القناة. هنشوف الاول العرض دي كام نتاية، والدين كام ذكر، والدين كام نتاية، صنفهم ايه، والسعر بتاعهم هيبقى في اخر الفيديو. السعر يا شباب هيبقى في اخر الفيديو. هنشوف العرض ونرجع مع بعض تاني. اربع نجات مجاوز. عرض الانفجار النهارده. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى السادة المشاهدين، بنبدأ عرض اليوم إن شاء الله. أربع نعجات رحماني من المال الطيب، الأربعة واردين مجاوز، كل واحدة ورا جوز. معانا اتنين، كل واحدة ورا ذكر، وواحدة والدة انتيتين، وواحدة والدة ذكرين. دي والدة ذكرين، صلى على مصطفى خلفه. ودي والدة ذكر وانتاي، ذكر وانتاي. دي انتيتين، اللي عاشق في جمال النبي صلى عليه. عرض من المال الطيب النهارده. بعرض النهارده اربع نعجات والدين مجاوز. دي والده ذكرين، ودي والده ذكر وانتايه، فيهم واحده والده ذكرين واتنين ذكر وانتايه، واحده ورا انتايتين. اذكر الله. بس اللي بقول انا ما بقولش السعر. اربع نعجات. فيديو اليوم يا شباب بيتكلم عن ازاي تخلي الاغنام بتاعتك تلد توائم باسهل طريقة. الطريقة الصحيحة لزيادة عدد الخلفات عندك في قطيع الأغنام من 50 ل90% بإذن الله. طبعا كل حاجة بإذن الله. ماشي يا شباب، قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط لايك، تشترك معنا في القناة. هنقدم لكم الأول بعد ما شفنا العرض يا شباب، وشفنا ازاي العرض ومواصفات العرض. هنشوف اسعار العرض في اخر الفيديو. اسعار العرض في اخر الفيديو يا شباب. هنتكلم دلوقتي عن ازاي ان اني اخلي الخلفاء النعاج بتاعتي تلد توائم. قبل ما نقول لكم ازاي نخليها تلد توائم، ركز معايا. في واحد من دمياط حبيبي مربي اغنام، عنده مزرعة اغنام زي اللي حضراتكم شايفينها ديت، بس عنده مزرعة بقى كبيرة. بيقول لي يا استاذ ابراهيم، احنا عندنا الغنم بيولدوا مرة واحدة كل سنة. طبعا انتوا عارفين ان الغنم بتولد من 5 ل6 شهور. يعني النعجة بتبدأ الولادة بتاعتها من 5 شهور ل5 شهور ونص، اخرها حد اقصى 6 شهور. يعني في غنم بتولد على 5 شهور و10 ايام، في غنم بتولد على 5 شهور و20 يوم، في غنم بتولد على 6 شهور. خلاصة الكلام يا شباب ان هو عنده الغنم بتولد مرة واحدة كل سنة. طب دي ليه اسباب ايه وليه اسباب؟ هنعرفها مع بعض دلوقتي باسهل طريقة. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش ندعي كلنا لاخواتنا في غزة. يا رب ينصر اخواتنا في غزة ويثبت اقدامهم. ربنا ينصرهم على الصهاينة الخنازير. طبعا احنا وكلنا مع اخواتنا في غزة وبندعي لهم. ويا رب يجمع الامم الاسلامية والعربية كلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وربنا ينصر مصر ويحفظ مصر ويجعلها امنا امانا مقبرة للغزاة ان شاء الله. هنبدأ الفيديو دلوقتي. آه، اول حاجة يا شباب، قطيع الاغنام انت ممكن تكسب منه سهل جدا باسهل الطرق. اول حاجة احنا عايزين نعرف ليه غنم بتولد اتنين وليه غنم بتولد واحد. اول حاجه غير السلاله، في عوامل غير عوامل السلاله. يعني في سلالات مشهوره بالتوأمه زي الغنم الرحماني زي ما انتم شايفين، وفي سلالات تانية مشهوره مش مشهوره بالتوأم. طب احنا هنجيب مثلا سلاله زي الرحماني او سلاله زي الاوسيمي، دولت مشهورين بالتوأم. وفي غنم بتلد كمان، وبعين قبل كده على القناه غنم
جايبه تلاتات. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نعرف ليه نعجه بتجيب تلاته وليه نعجه بتجيب واحد، وهل الخروف الذكر هو ليه سبب في القصه دي او لا. طبعا يا شباب الخروف الذكر ملوش اي صله بالموضوع معانا، عشان تبقوا عارفين. الصله كلها في ان الناس ديت والحليه في فتره الشياع او هي جايمه عشان تعشر، هل الرحم بتاعها مطلع بويضه واحده، يعني اما تتخصم هتخلف خروف واحد، او مطلع بويضتين تجيب توأم، او مطلع 3 بويضات تجيب 3 توائم. فهنا الخروف ملوش اي قصه معانا. الخروف كده كده بيقذف سائلات منويه قويه جدا وكتير جدا. فلو النعجه عندها بويضه واحده بتجيب خروف واحد، بويضتين بتجيب 2، 3 بويضات بتجيب 3. طب ايه السبب ان انا اخلي النعجه بتاعتي تجيب بويضات اكتر، عشان لما تخصب او الذكر يطلع عليها الكبش تجيب اعداد اكبر؟ هو دي الفيلم اللي احنا بنتكلم فيه. اول حاجه يا شباب لازم تعرفوا ان التغذيه الجيده للاغنام في فتره الحمل وفي فتره الولاده هي سبب اساسي للتوائم. في حاجه تانية قويه جدا، وهي جدول الميه الشهري للاغنام. جدول الميه الشهري للاغنام، والحاجات دي مجربه وجايبه نتائج مع ناس قويه جدا ومن قلب مزارع اغنام. ايه هي؟ النعجة محتاجة سيلينيوم وألف دال علشان تزود نسبة التبويض عندها، ومحتاجة لنسبة كالسيوم برضو. فهنعمل ايه؟ هنعوض دي بالمية مع الأعلاف. واحد بيقول لي أنا بعمل تركيبة علف على إيدي، يعني أخويا بتاع دمياط دي اللي عنده الغنم بتولد مرة واحدة كل سنة، بيقول أنا بعمل تركيبة علف على إيدي. تركيبات الأعلاف يا شباب بتعملها دكاترة مختصين، إما تبع وزارة الزراعة أو تبع مثلا جامعة دمنهور، جامعة طنطا، في كليات الزراعة يعني. فمفيش حاجه اسمها تركيبه وخلاص، لا. انت ممكن تاكل عجل ذكر ب 200 جنيه في اليوم ويجيب لك ب 100 جنيه لحم، وممكن تاكله ب 70 جنيه في اليوم ويجيب لك ب 150 جنيه لحم. فطريقه التغذيه الجيده هي اساس اي مشروع ناجح، مش الغنم بقى بس، غنم وخرفان وتسمين اغنام وتسمين عجول وكل حاجه. طيب هنعمل ايه بسرعه مع بعض عشان الفيديو مش طويل؟ اول حاجه هناكل الغنم علف سر النجاح بتاعنا من عمر وهي عشر 3 شهور لحد الولاده. بعد ما تولد هندي علف 18% بروتين. طب ده هيفيد معانا بايه؟ اول حاجه هيعوض نقص النعجه من جميع العناصر الغذائيه اللي فقدتها في فتره الحمل. تاني حاجه النعجه لو ما فقدتش حاجات كتير في فتره الحمل بتبدا تشيع بسرعه، وتبدا جسمها يسخن، وتبدا تعوز تعشر تاني، يعني بعد شهر تكون عشرت. طب ايه تاني مهم جدا معانا للتوائم؟ اول حاجه مهمه جدا معانا للتوائم سيلينيوم وألف دال مرة كل أسبوع وليكن يوم سبت، والأملاح والأحماض الأمينية في نص الأسبوع وليكن يوم 3 أو يوم خميس. يبقى السبت ألف دال سيلينيوم، والحاجات دي بيطري ومش عندنا، من عند البيطري بتروح تجيب جزازة ألف سيلينيوم وألف دال بتكفيك يمكن 6-7 شهور. والأملاح رخيصة وبتكفيك برضو شهر ولا 2. كلام سليم؟ يبقى هتجيب لتر املاح ولتر الف دال ولتر سيلينيوم مره كل يوم سبت، زجوا على حسب كام سنتي اللي بيقولها لك البيطري. وبتجيب الف دال سيلينيوم والف دال سبت، ويوم الخميس املاح معدنيه بيطري برضه مع احماض امينيه. بتدي الفط طول ما انت ماشي، دي بتزود لك الخصوبه بطريقه فظيعه جدا. طيب في حاجة كمان مهمة جدا جدا، العلف المتكامل هيطلع لك الخلفات أحجام واحدة، هيطلع لك الخروف اللي هتبيعه من تحت أمه بدل ما تبيعه ب 2000 جنيه هتبيع يوصل معاك ل 4000 و 5000 جنيه، يبقى راضح كويس، والأم هتعشر بعد شهر من الولادة. شكرا جزيلا، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. اشتركوا معانا، اضغطوا لايك للقناة، تابعوا الفيديوهات اللي جايه تبقى من قلب التربية. هنسمع دلوقتي أسعار الأغنام. الناس اللي بيقول انا ما بقولش السعر، 4 نجات ب 64000 اهو، 4 ب 64000. صلى على الحبيب. دي ذكرين خلفهم، والد ذكرين دي. صلى على الحبيب. ودي انتيتين، دي ذكر وانتهي اهو لف ميت، ودي ذكر وانتهي برضه. صلى على المصطفى، صلى على الحبيب، قلبك يطيب.